بداية هقول حاجة أنا مسؤول عنها، إنه مفيش في مصر نادي فيه لعيبة حريفة زي الزمالك. كل واحد بقى يقول له هو عايزه، إنما مفيش أنا بتكلم النهاردة، ما بتكلمش لا على التاريخ ولا من أيام كابتن حسن شحاتة وفاروق جعفر وعلي خليل، لا خالص خالص. اليوم الحريفة في مصر اللعيبة فعلا الفرقة القوية هي فرقة نادي الزمالك. ولكن ما يحدث هذا الشهر بالتحديد هو خارق للعادة، وأكتر حاجة النهاردة توقفت أمامها الهزيمة أمام بيراميدز. ولازم في الأول أهنئ بيراميدز، يعني مش هقلل من بيراميدز ابدا. فرقه باتشيكو مدرب 10/10، الفرقه واقفه على رجليها، نضال كفاح بيلعبوا 10 من الدقيقه 12. ما يعني لازم اهنئ بيراميدز واقول مبروك بيراميدز وهايلين بيراميدز. انما يا ساده، الزمالك كان قدامه 3 فرص واضحه ان يفوز بالمباراه. اول فرصه لما اتطرد اللاعب بتاع بيراميدز في الدقيقة 12، فبيراميدز بيلعب 10 من الدقيقة 12، لكن الزمالك قرر يلعب 9. تفهمش ليه؟ يعني الزمالك اللعيبة فجأة جرى لها حاجة، في حاجة غلط، في شيء مش مفهوم. تاني حاجة، وهذا أمر تاريخي، هذا أمر تاريخي. أنا مقتنع وحضراتكم مقتنعين وكل شيء أن ضربات الجزاء فيها جزء كبير من التوفيق. خلاص؟ فيها جزء كبير من التوفيق. إنما لما يدخل زيزو علشان يحط كورة بالشكل ده غلط، كل الغلط. يعني اللي عمله زيزو إن هو ضيع الماتش. يا جماعة، هناك فرق كبير بين انك تيجي تدخل فالجون يصدها لا. هو انت قبل الماتش بيوم اما كنت بتتدرب على ضربات الجزاء، انا عمري ما شوفوا بقى، احنا شفنا كور كتير بتضيع، وشفنا مليون طريقة للعب ضربة الجزاء. زيزو قرر يلعبها بالطريقة 130 اللي هي مش موجودة. يعني في 129 طريقة للعب ضربة الجزاء وتضيع. لا، زيزو قرر يخترع طريقة 130 وتضيع. هذا الأمر يعني طبعا هتقول لي ما ميسي بيضيع، رونالدو بيضيع، صلاح بيضيع. يضيع إنما مش يهدر، مش يتهاون. ايه الحكاية يا جماعة؟ هو في حد بيشوط بنالتي كده؟ وبعدين انت اول واحد حاطينه يشوط، انت لازم تشوطها مؤكد. هو المدرب ده مش قبلها بيوم عارف ان ده ماتش ممكن يبقى فيه ضربات الجزاء وعامل لهم تدريب انك لازم يعني الشباب بتوع بيراميدز هم داخلين ترك، هو داخل يأكد يحط فيها حرفنة، فيها ودى الجون في حتة ماشي، انما مفيش اختراع. زيزو النهارده كان بيخترع الطريقه الجديده انك تلعب بينالتي. طبعا الجون صدها برجله، الشناوي صدها برجله، راحت. اللي اهم بقى وده انا مش فاهمه، شيكابالا تاني. شيكابالا من اول ما نزل مزاجه منحرف، مش ده شيكابالا اللي احنا نعرفه. في حاجه فيه مش ده شيكابالا اللي اول ما ينزل يسخن الملعب واللعيبه. لا، شيكابالا كان متضايق، ملوش نفس. طب ايه يا جماعه؟ واحد ملوش نفس والتاني بيخترع علشان يحط بينالتي، وفرقه عندها اكتر من 120 دقيقه بتلعب قدام فرقه تانيه ناقصه واحد، والفرقه عندها كل امكانيات اللعيبه. الاحتياطي اللي بره الزمالك اللي قاعد على الدكه يعمل فرقه تانية. تقرا كده اسامي الاحتياطي من اول حارس المرمى لغايه شيكابالا،
فرقه تانية، عندك كل اللعيبه، ومع ذلك برضو فيريرا بينزل اللعيبه مش في مراكزها. فيريرا بقى بيخترع اختراعات غريبه جدا كمان. طب يا جماعه ما احنا كنا كويسين، ايه اللي بيتعمل ده؟ في الدوري نتائج، في الكاس نتائج، ولو كملنا كده مفيش السنه دي خلاص. لازم وقفه بقى، لازم نشوف ايه اللي بيحصل، لازم نشوف ايه الغلط. النهارده بيراميدز رجاله، الولاد بصراحه، رمضان صبحي، حتى عبد الله السعيد الشويه اللي لعبهم، اللعيب الجزائري، اللعيب التونسي، اللعيب الافريقي، كل اللعيبه اللي عندهم اللي هم الاجانب دول كلهم بيلعبوا لعب تمام. طب ايه الحكايه؟ ايه اللي بيجرى؟ ليه الزمالك بيعمل فيه كده تاني؟ ايه في حاله من حالات، ودي اجيال كتير ما تسمعش عنها، اللي هي العتوله. ان هو الزمالك لما بقى ايه يشعر بنفسه فتلقى اللعيبه، يا جماعه لعيبه الزمالك صعبان عليها تلعب، يعني الجزيري وامام عاشور واخره، صعبان عليه يلعب الكوره عادي. يا جماعه العبوا الكوره، كل واحد عايز يعمل قيمه، عايز يلعب الكوره تبقى لفه الباصه مش عارف عامله ازاي. موهوبين بقى. انا بقول لحضرتك مفيش نادي في مصر فيه المواهب بتاعت الزمالك، مفيش. ومفيش مدرب زي مدرب الزمالك. انما فجأة يبقى ان انت كويس، دي حاجة. وبعدين ايه ده؟ انت عندك ماتش الاهلي جاي في الدوري، الاهلي بكره هيلعب بقى قدام سموحه، والكسبان هيلاعب بيراميدز. انا ما يهمنيش نتيجه الماتش ده، يعني يطلع بقى خلاص زي ما يطلع. انما في النهايه يا جماعه في حاجه غلط. احنا ما كناش كده خالص. احنا في اسوأ ظروفنا كنا ابطال الدوري، في اسوأ ظروفنا كنا ابطال الدوري. ايه اللي بيحصل؟ ايه الحكايه؟ وعلى مدى الايام كده في حاله من حالات اللعيبه كده، يعني احداث وحوادث غريبه تحسسك ان اللعيبه مفيش الديترمينيشن، اللي هو التصميم، الاهتمام، هو اللعيبه دي هتبقى يعني قيمتها ايه غير لو انها بتلعب في الزمالك؟ يعني انا مش عايز اقول كلام يضايق، انما في النهايه مفيش روح. في احنا حاسين كده ان احنا بنلعب يعني وخلاص. لا، لازم يكون في مدرب اما يقول يا جماعه احنا هنلعب بنالتيات، هنلعبها كلها مضمونه بقدر الامكان، لان احنا عارفين ان البنالتي دي بختك يا ابو بخيت يحصل اي حاجه، اعظم لعيب. انما كمان انت ما تزودهاش صعوبه علينا، فيضيع الماتش ويضيع الكاس. وضاعت ماتشات كتيره قبل كده بنفس الطريقه. الفرقه فيها حاجه. النهارده مش ده شيكابالا، النهارده مش ده زيزو. وكل شويه النهارده اللعيب ده اصيب، النهارده اللعيب ده اتخانق، النهارده اللعيب ده مش عايز، النهارده. طب هو في ايه؟ هم ناقصين ايه؟ ده بيلعبوا في الزمالك، بياخدوا احسن اجور، ليهم اعظم جمهور بتاعهم وراهم طول الوقت، مفيش حاجه ناقصاهم. واخدين الدوري سنتين ورا بعض، بالكاس السنه اللي فاتت. طب ايه اللي بيجرى؟ ليه بيتعمل فينا كده؟ النهارده انا بصراحه ما فهمتش خالص الزمالك، ما فهمتش خالص بيعمل ايه. ومش عايز اقول بدايه غير جيده انه خلاص خرجنا من الكاس. وطبعا الماتش الجاي بتاع الاهلي ده لو اتغلبنا خلاص في مسافه بقى، انتهينا. في مسافه يعني اقعد بقى انت وننافس بقى، مع احترامي يعني للنوادي دي، نوادي عظيمه، تنافس بقى مع فيوتشر وتنافس مع بيراميدز على المركز الثاني والثالث. نرجع تاني لنفس الحكايه اللي كان الزمالك خلاص ابتدى ينساها، فكره الوصيف والبديل والحواديت دي كلها كانت انتهت. حاجه تضايق. انا النهارده قاعد بتفرج على الماتش
مش مصدق. يعني في الاول جرينا والجون حلو محطوط في المقص وبتاع بعدين فجأة حالة عتولة، اللي هي الكور بقى ايه عايزينها بقى تمشي كده وبين اليمين وبين الرجلين، وكل كورة بنوقفها ونلعبها. كان الله يرحمه في معلق رياضي مشهور اسمه علاء الحمولي، كان دايما يا عيني دمه يتحرق في ماتشات الزمالك. كان ليه تعبير دايما على لعب الزمالك بالتحديد، افتكرته النهارده اما كان يقول ايه: لما وترقيصه لما وترقيصه لما وترقيصه، العب يا اخي حرام عليك. هو الكره لازم تتلعب بقى، انما القيمه والكره ولازم يتلعب عليها كده ويتلعب عليها يمين. طب ما احنا شفنا المعلمين كلهم في كاس العالم، كره 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 على طول، كره فعاله، كره ايجابيه. انما الكره اللي بتتلعب دي لازم فريرة يقف واقفه يعني مع الفريق. وانا على فكره ابتدى في اصوات كده يقول لك ايه اسهل حاجه بقى دايما بتحصل في مصر، ما نمشي فريرة. لا، نقعد مع فريرة، نتكلم مع فريرة، ايه الحكايه، ايه مشاكلك، اللعيبه مشاكلها ايه. ما هنا بقى تيجي ادوار الاداره، انه نتكلم مع الناس ونشوف ايه الحكايه وايه الموضوع. انما هو مش الحل ان فريرة يمشي في وسط الموسم كالعاده علشان ايه الناس تهدى. ما هي الناس هتهدى ويجي مدرب تاني ولسه نبتدي من اول وجديد ويقول لك اصله لسه بيعرف اللعيبه وكل الاشياء الغريبه دي. فالنهارده انا دمي اتحرق، يعني انا النهارده كعمرو اتضايقت جدا بصراحه. وعلى فكره انا من متابعين لمباريات الدوري المصري يا عم ما اتفرجتش على ليفربول وهو بيتغلب 3-0. هذا الامر لا يعنيني كثيرا، شوف بقى قد ايه لا يعنيني كثيرا. انما طبعا ده النادي ما تفهمش ايه اللي بيجرى، في حاجه غير طبيعيه، في حاجه مش طبيعيه في اللعيبه، في حاجه مش مفهومه. اللعيبه في دماغها حاجه، اللعيبه مشغوله، اللعيبه مش مركزه، اللعيبه مش متسلطنه، مش مبسوط، في حاجه ايه معرفش، في حاجه. معلش بقى يعني موضوع شخصي جدا، بس حبيت كده في اول الحلقه اطلع الدخان اللي جوايا. معانا الاستاذ محمد